السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك للنادي الزمالك والجماهير النادي الزمالك. بطولة مهمة، بطولة الكونفدرالية قدر يحسمها بعد هزيمة 2-1 وفوز. هزيمة 2-1 بره ملعبه وفوز 1-0 على ملعبه، ويقدر يسعد جماهيره ومجلس إدارته ودفعة قوية للنادي الزمالك الفترة اللي جاية بعد حصد البطولة. يمكن المباراة كانت متوترة، أوقات كتيرة متوترة، وفي ظل في ظل ما النادي الزمالك أحرز هدف بدري. يعني نادي الزمالك أحرز هدف بدري كان يقدر يحرز التاني ويبقى يعني يكمل المباراة مرتاح بنسبة كبيرة، بس ولا في الإمكان أفضل من مكان النادي الزمالك قدر يحرز البطولة 2-0 1-0 حصد بطولة الكونفدرالية. وطبعا النادي الأهلي عمل نتيجة إيجابية. نتمنى النادي الأهلي بإذن الله ياخد البطولة، حاجة كويسة للكرة المصرية. ناخد الأبطال والكونفدرالية ثم سوبر أفريقي مصري 100% يوم السبت القادم ان شاء الله. ربنا يوفق النادي الاهلي ويقدر يحسم المباراه مع النادي الترجي العنيد. نادي الترجي يا جماعه فرقه مش سهله، فلازم يبقى في حذر عند مستر كولر ولاعبي النادي الاهلي، ان الترجي فرقه مش سهله. ان شاء الله نكسب، بس فرقه مش سهله وفرقه بتعرف تدافع كويس، مميزين دفاعيا ومنظمين. فباذن الله ربنا يوفق النادي الاهلي، والف مبروك للنادي الزمالك مره ثانيه.